ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل اللي نفسهم يلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاك كابتن اسلام صور فيديو جديد النهارده. ان شاء الله هنتكلم عن اختبارات نادي من اكبر الانديه في مصر، ونادي عنده شعبيه كبيره جدا من جميع انحاء مصر. هنتكلم عن نادي الاتحاد السكندري، هنتكلم عن تفاصيل الاختبارات، وهنتكلم عن قطاع الناشئين، وهنتكلم عن كل حاجه تخص اختبارات نادي الاتحاد السكندري، من سعر الاستماره والمكان والمواعيد وكل حاجه في اختبارات نادي الاتحاد. بس لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه مشتركش في القناه، انزل دلوقتي حالا اعمل اشتراك للقناه، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه وحافز عشان نصور لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. من غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو، يلا بينا. طبعا نادي الاتحاد السكندري من الانديه الكبيره جدا، وعندها قطاع ناشئين كبير جدا، ومش من الانديه الاستثماريه. بس الاختبارات، هل هي اختبارات كويسه ولا لا؟ هل الاختبارات سبوبه ولا لا؟ هنتكلم عن كل ده في اخر الفيديو. انصحك اذا كنت تروح الاختبارات ولا لا، وليه ما تروحش وليه تروح. هنتكلم الاول عن المواعيد وسعر الاستماره والاماكن وكل حاجه تخص الاختبارات، وبعد كده هنتكلم عن النصيحه اذا كنت تروح ولا لا. وهسيب لكم برده ارقام تليفون في اخر الفيديو عشان لو عايز تسال عن اي حاجه او تستفسر اكتر عن اي حاجه قبل ما تروح. نادي الاتحاد السكندري هيبتدي اختباراته يوم 4/6. اختباراته تبقى على مدار اسبوعين. سعر الاستمارة 100 جنيه، وده اللي مزعلني شويه ان سعر الاستمارة غالي. انا ما بحبش الاختبارات اللي بيبقى سعرها غالي، بيدي مردود شويه ان الاختبارات ممكن يبقى فيها نوع من المصلحه، اللي هو عايزين يعمل مبلغ مادي من الاختبارات. فبرضه سعر الاستمارة ده ما انا ما بحبوش، فالمتوسط بيبقى 50 60، ده سعر متوسط. في ناس بتعمل اختبارات بدون اي سعر استمارة، ده بيبقى توجهه واضح وصريح ان هو محتاج بس ياخد مواهب. الاستمارة تبقى موجودة في فرعي النادي، اولا في مقر النادي في الشاطبي، تاني حاجة في فرع النادي في سموحة امام مبنى المحافظة. في مقر النادي في الشاطبي، فرع النادي التاني في سموحه امام مبنى المحافظه. بس هم حاطين شروط للاختبارات. اولا لازم يبقى معاك صوره شخصيه، لازم يبقى معاك صوره بطاقه ولي الامر. تالت حاجه لازم يبقى معاك شهاده طبيه تفيد ان انت لائق طبيا، بتتجاب من اي مستشفى شهاده طبيه تفيد انك لائق طبيا. الاختبارات هتبقى من يوم 4/6 لحد يوم 17/6. من يوم 4/6 لحد يوم 17/6، تبقى على مدار اسبوعين. هتتعمل كل اسبوع سبت واثنين واربع، كل اسبوع سبت واثنين واربع، وكل يوم ليه مواليد. كل يوم ليه مواليد سبت اثنين واربع، بس عشان ما تروحش في ايام غير سبت اثنين واربع. هتبتدي اول حاجه اللي هو يوم السبت يوم 4/6 الساعه 4 مساء، مواليد 2013 و2014 و2015. السبت والسبت اللي بعديه مواليد 2013 2014 2015 الساعة 4 مساء. بعد كده يوم الاثنين برضو نفس الميعاد الساعة 4، تبقى مواليد 2010 و2011 و2012. بعد كده يوم الاربعاء برضو الساعة 4 مساء، تبقى مواليد 2007 و2008 و2009. بعد كده احنا قلنا سبت واثنين واربع، سبت 13 14 و15، الاثنين 10 و11 و12، الاربع 2007 2008 و2005. ده هيبقى على مدار اسبوعين لحد يوم 15/7. هيبقى فيه مواليد 2005 و2006، 2005 2006 يوم 15/7 و17/7، 2005 و2006 موعدين بس، يوم 15/7 و17/7. والباقي المواليد على مدار اسبوعين، قلنا سبت اثنين واربع بالتوزيع اللي احنا قلناه. ولو عايز تستفسر عن اي حاجه ممكن تتصل على الارقام اللي موجوده دي وتسال عن اي حاجه قبل ما تروح. لو انت جاي من بعيد برضه تسال عن اي حاجه عشان ما تجيش على الفاضي، وتشوف الشروط اللي مطلوبه ايه، لان انا قلت لكم على كام شرط، ممكن يبقى في حاجات انا ما قلتهاش، فعشان ما تجيش المشوار ده كله على الفاضي. طب لو هتسالني هتروح ولا لا، لو انت من اسكندريه روح، لو انت بره اسكندريه بلاش تروح، لان سعر السماره غالي، والمشوار كمان هيبقى اجهاد عليك، وفي مصاريف عليك. برضه انا مش ضامن ان الاختبارات تبقى نزيهه وتبقى قويه، لان برضه سعر السماره مخوفني شويه. فمن الافضل ان انت لو من بره محافظه اسكندريه استنى احسن اختبارات في القاهره، او اختبارات قريبه من محافظتك. كده نكون خلصنا فيديو النهارده. لو محتاجين اي حاجه اكتبوا لي في كومنتات تحت، او اعملوا فولو على الانستجرام وكلموني. يا رب اكون استفدتكم معاكم. اسلام صفا من قناه يوميات كوره قدم. اشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم.